نواف بن سعد، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال. مساء الخير سمو الأمير، أهلا وسهلا. هلا مساك الله بالخير، أخرج الله وسلامي للجميع. الله يسلمك. أهلا وسهلا سمو الأمير. أولا مؤكد أنها ليلة المباراة النهائية، أنتم اعتدتم على مثل هذه الأجواء سمو الأمير، هل يختلف الأمر غدا أمام الوحدة؟ لا والله ما يختلف شيء، يعني بالعكس يمكن بالعكس يعني زادها تشريف انها في الارض الطاهره في مكه المكرمه. نعم. وان شاء الله انه يكون اول نهائي في مكه باذن الله يحصل عليه نادي الهلال باذن الله طبعا، واذا حصل عليه نادي الوحده بالتاكيد حنكون اول المباركين لهم. طيب سمو الأمير، استعدادات الفريق في افضل حالاتها، لا غيابات اليوم في التدريب الاخير؟ لا الحمد لله، كان في يعني حسن العتيبي زي الجميع عارفين انه كان مصاب، الحمد لله رجع دخل التمارين ومع ال 18. والهامسون كان في تخوف لكن الحمد لله ايضا هو سليم ويستطيع ان يلعب. يعني الصفوف مكتمله يمكن باستثناء خالد عزيز اللي ما استطاع انه يحضر الحقيقه، يعني لسببين: فني انه ما كان مؤهل الحقيقه لانه كان مصاب في الفتره اللي فاتت وتو راجع للتمارين. فالمدرب كان يعني اعتقد مستبعد، اضافه الى انه يعني اليوم اعتذر حتى عن التمرين لانه والده ظهر في المستشفى، وان شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل. ان شاء الله. سمو الامير، اخترتوا الطائف لليله المباراه او المعسكر الذي يسبق المباراه؟ كل مبارياتنا مع الوحده تكون دائما في الطائف في السنوات الاخيره. معظمها كانت اذا كان رحلات الطيران ميسره للطائف يكون لانه اعتقد النزول من الطائف لمكه اسهل بكثير من جده لمكه. طيب سمو الأمير، كان قبل قليل الحديث عن التذاكر للجماهير، ويمكن أثار هذه النقطة الأستاذ طلعت التونسي أن شركة صلة كانت قد دعتهم يوم الأربعاء الماضي كآخر موعد لشراء ما يقارب 14,500 تذكرة لجماهير الوحدة ومثلها لجماهير الهلال. قال أن الهلال لم يشتري هذه الحصة أو لم يستلمها، وبالتالي طرحت في منافذ البيع لبقية الجماهير. تعرف هي الحقيقه يعني عشان بس الصوره تكون واضحه امام جمهور الهلال، تفضل. فكرنا الحقيقه ان احنا نقوم بشراء التذاكر، والاخرى كان الحارس ايضا ابدى استعداد طيب انه يعني تكون منافذ البيع متعدده، يعني تكون موجوده للجمهور الهلالي انه هو يعني. السبب الحقيقي انه احنا تعرف مقر نادي الهلال في مدينه الرياض. صحيح. مكه وجده المنطقه الغربيه عموما يعني فيها جمهور هلالي كبير. فاحنا لو طبعا حنستطيع ان احنا نوزعها في مدينه الرياض بالشكل المناسب، لانه مقر نادي الهلال اللي في الرياض مو كلهم هم اللي بيجون، المهمين اصلا او الاكثريه حتكون من جمهور الهلال اللي في جده وفي مكه وفي الطائف ايضا. فكون ان احنا نشتريها، تعرف التذاكر ما طبعت، يعني ما كنا حنقدر نستلمها الا يوم الاربعاء. المباراة الجمعة صحيح. فعبال ما تستلمها إدارة الهلال، ما في مجال الحقيقة أنها تحطها في أماكن توزيع أو منافذ بسهولة، خصوصا أنه كل إمكانيات نادي الهلال هي في مدينة الرياض، مين في منطقة أخرى. فإحنا الحقيقة على ثقة كنا بالأخ، ولا زلنا طبعا على ثقة طبعا بالدكتور راكان وبشركته، أنهم على الأقل يعددون منافذ البيع حتى تكون ميسرة أيضا لجمهور نادي الهلال. هم قالوا، أو على حسب حديث أيضا الأستاذ طلعت وهو موجود معي، قال أن في منفذين، منفذ في نادي الوحدة أو المقر نادي الوحدة للبيع، ومقر آخر موجود في ملعب المباراة. واللي فهمته أيضا أنه يوم المباراة نفسها ما حيكون في بيع تذاكر عشان تكون دخول الجماهير صحيح. بشكل ميسر أكثر. صحيح. تتوقع أن المسألة ليست فيها مصاعب سمو الأمير للجمهور الهلالي؟ والله شوف، جمهور الهلال الحمد لله يعني اللي يفرحنا ايضا انه متواجد في كل مكان، يعني هم في مكه لهم شعبيه كبيره يعني، وفي جده ايضا لهم شعبيه كبيره، واهل مكه ادرى بشعابها، يعني جمهور الهلال اللي في مكه بالتاكيد حيستطيع انه يحصل على تذاكر يعني. طيب اذا كان حد من ضيوفي له مداخله، عبد الله تفضل. ابدا لا، جمهور الهلال اكيد متواجد في مكه على طول. فعلا جماهير الهلال في جده وفي الطائف باعداد هائله. شكرا لك اذا سمو الامير نواف بن سعد، نتمنى لكم التوفيق مثل ما نتمنى للوحده ان شاء الله. شكرا لمداخلتك سمو الامير. انا بس في نهايه الامر اخرج الله يعني اكرر واعيد انه فريق الوحده فريق كبير يستحق انه يوصل لهالنهائي، وصل بتعبه، وصل بمجهود ادارته ولاعبيه، يستحق انه بنحصل شيء يعني يستاهله. وصل النهائي، مو غريب انه يوصل النهائي. انا سامع اليومين نغمه انه مفاجاه وصول الوحده، بالعكس الوحده فريق كبير
يستحق انه يصل، ان حصل حتى على الكاس ما هي غريبه عليه ويستحقون، او ان حصل الهلال وهذا ما اتمناه انا شخصيا وجمهور الهلال، فايضا الهلال يستحق وجمهور الوحده بالتاكيد واداره الوحده اول المباركين. شكرا لك سمو الامير نواف بن سعد نائب رئيس مجلس اداره نادي الهلال. اعتقد خطاب عقلي